السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين يا رب العالمين. ما ننساوش لاهلنا في غزه، ندعو ان شاء الله ربي يرفع عليهم هذا البلاء، وان شاء الله ربي ينصرهم ويقويهم هم واهلنا في السودان. بلا ما ننسى اني نقدم تحياتي لجميع مشتركي قناتي. ثاني كاين اخت قالت لكم فضلا وليس امرا، ربي يحفظكم ويعطيكم ما تتمنوا. ادعوا لاخويا محمد ايهاب ان شاء الله ربي يرحمه ويغفر له ويوسع عليه. كاين الاخت فاني مريم قالت لكم ادعوا لبن اختي فاني توفى صغير في عمره 19 عام، ربي يرحمه ان شاء الله ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، يرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. فاني كاينه اخت قالت لكم ادعوا لامي بالشفاء، ربي يشافيها ويعافيها. لما ننسى الاخت سلمى من الاغواط ان شاء الله ربي يشافيك ويعافيك، قالت لكم ادعوا لي بالشفاء، راني درت عمليه على المراره، ادعوا لي ربي ان شاء الله يشافيني. وكاينه ثاني الاخوات اللي قال لكم ادعوا لنا ان شاء الله رانا ننجحوا في المسابقه تاع الاساتذه، ان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم ان شاء الله، وربي ان شاء الله يسجل لكم اللي فيها الخير يا رب العالمين. لما ننسى ثاني نقدم تحياتي للأخوات رؤية وأسماء وجنة من برج بعريريج. قدم فاني تحياتي لجميع متتبعاتي من جميع الولايات، نقول لكم ربي يحفظكم، ربي يحقق ما في بالكم ان شاء الله. اللي مريض ان شاء الله ربي يشافيها، واللي راها بلا سكنه وبلادنا ان شاء الله ربي يرزقها ان شاء الله ويجبر خاطرها ويفرح قلبها بلا متمنيتها يا رب العالمين. نحب نطلب منكم السماح ياسر خياتي، انتم راكم ياسر لكم تطلبوا مني اني ندعي لكم واني نقدم لكم التحيات واني نذكركم بالفيديوهات. يعني يسمحوا لي ما نقدرش نستوعبكم كاملين، بما ان كل فيديو نحطه كاين حتى اكثر من 10 و12 يقولوا لي ذكرينا في الفيديو الجاي. وكما تعرفون لانكم كثارات ما نقدرش كامل نذكركم، كاين مرات اني ننسى اسماءكم، نقول لكم اسمحوا لي ياسر. بالنسبه للاخوات فاني صاحبات القنوات فاني اللي هم كل مره يقولوا لي ثبتينا تعليق، نقول لكم خياتي اسمحوا لي ياسر. يعني انا كل مره كل ما نحط فيديو نحاول اني ثبت تعليق، معناتها مره صاحبه قناه ومره نثبت تعليق الاخت انها تطلب دعاء او تطلب نصيحه او تطلب حاجه. كما تعرفوا بلي كل فيديو فيه تثبيت واحد، يعني ما نقدرش نثبت اكثر من تعليق، انا ماذا بيا نثبت كامل تعليقاتكم، ماذا بيا اني نذكركم كاملين بصح الله غالب. اسمحوا لي ياسر. لما ننسى ثاني الاخت صاحبه قناه عالم الطائفيه قالت لكم انضموا ليا، ونتمنى منكم فضلا وليس امرا انكم تدعموها وتنضموا ليها، هي وصاحبه القنوات، هي والاخت ياسمين مسيليه، هي والاخت صاحبه قناه روتينات للبنات او ام البنات للروتينات. وثاني كاينه الاخت هذيك من بومارداس نظن ثاني اسم قناتها روتين البساطه مع البنات. لما ننسى صاحبة قناة روتينات أم أحمد الوهرانية، يعني نتمنى أنكم فاني تدعموهم وتشتركوا عندهم لأن قنواتهم بسيطة كما تحبوا انتم البساطة. أتمنى أني ما نكون نسيت حتى واحدة، واللي ننساها في أنت اللي نسيتها في الفيديو إن شاء الله نتفكرها في الفيديو الجاي، ونقول لكم فاني يسمحوا لي ياسر كما سبق وشرحت لكم. هنا يا البنات كما راكم تشوفوا بديت لكم روتين تاع نهار اليوم. كنت طيبت القهوة كما شفتوني ورونت هذيك الروينة، الحمد لله على فضله. وهنايا جيت كما شفتوا كنت مشمخه الحمص، ما انا قلت هذه المره نطبخه. ما انا وجدت كما شفتوا هنايا درتو يطبخ، وبديت نحلو هذاك الزبد. كما تعرفوا باللي هذاك الزبد لازم يتنح ما يبقاش، لانه فاني هو المسبب للنفخه والغازات. نحوهم بعدين فاني كين بعد ما يطيب راكم عارفين بلي نديروا له الكمون، فاني باه هي نقص عليه الماده هذيك اللي دير النفخ. وفاني كانت اخت سقساتني قالت لي بما انه الكيكوطه تاعك مكسور لهذاك الحياه تاع السكر كيفاش راك تسكري فيها. انا جيت نوري لك كيفاش سكر فيها، انا صراحه سكر فيها بالكليه. هي صراحه كل ما يهبط للبلاد باش يشري لهذيك هذيك الحي اللي تدار ديك تاع المقطع ديما ينسيه على بها. راني حاليا نخدم فيها بالكليه، كي نخدموها ان شاء الله نسكرها عادي. وفاني حبيت نجاوب الاخوات اللي سقساوني كانوا قالوا لي معناتها علاش ما يعطوا لكمش القفه تاع رمضان. بما اني قلت لكم راني بديت نخدم في كارطون رمضان، صراحه ما يمدوها لناش، احنا اصلا ضلنا سنين ما يمدوها لناش. نظن لانه السبب انه راجلك يا مساوري، وانا مانيش عارفه صراحه شنو السبب. احنا صحيح ماناش نخلصوا فيها ما يعطوها لناش. وهنا كما كتشوفوا يا البنات كنت حولت كامل القش نهار اليوم، درتو غير التخمال. كما شفتوا كان القش من هذه الجهه كنت حولته لهذه الجهه،
ونقيت ودخلت هذا البيفي فاني درته هنايا، لان حاليا رانا خمو مازال ماناش متاكدين بلاك نجيو نسكنو هنا في الهول ونديرو الفرن في بلاصه البيفي. وهنا ها هو كان الحمص يطيب، نقصت عليه كي بدات صفر نقصت عليه وخليته. والاخت اللي سقسيتني قالت لي كيفاش تحتفظي بالرند باش يقعد لها فيه كحوليه. صراحه الرند اصلا هو كي طول شويه والله يبان لك اخضر، بعد كي طول شويه يدير ديك الكحوليه ويبس يعني يشهب لونه ما يقعدش اخضر هو. انا نورمالمون ندسو ملي كان اول مره جاني اخضر نورمال ندسو في الاخرين. مي كنت معناتها ما كنتش حاطه معاه ياسر معناتها ما نقولوا وخرته، كنت حاطته عادي ننصب منه. هذه المره قلت والله مقله اصلا قسلت له هذه البناره باش نديرها فيه، وقلت فاني الاخت بما انها سقساتني نوري لكم هاك. وثاني كاين اخوات كانوا نصحوني ان نحي الصابون والازيز من البيدون اللي كنت درته مع الكرتون رمضان، ما انا راني نحيتهم. لكم ربي يحفظكم ويكثر خيركم. كنت شوفوا البنات كنت نصبت الطاجين وكان الحمص هو طاب، حيت الكيكه طنحيتها من على الكانون كما شفت. هذاك الطابوري وذاك الاخر اللي فوقه انا دارت مصراحه باش نحط فيه التليفون للتصوير. هنا يا ربي حفظني وسترني، كانت راح تكلاط عليا. هي سبقوا عملتها لي صراحه، كانت واحده من قبل دارت لي الدقيقه. الحمد لله هذه المره ربي سترني. وهنا راني نفتح فيها بنفس الطريقه اللي سكرت بها بالكلاب. هذه هي البنات كما راكم تشوفوا هنايا. وهنا كان طاب ما شاء الله. قلت كي لقيت معناتها طاب وهش اي درت له الملح ودرت له شويه كمون وزدت عاود خليته يطبخ هكا باش يدخلوا ذاك الملح والكمون، بعد نديرو فيه الصواشي وندسو. ومعوله ان شاء الله قدوه لك كتاب ربي نخدم ان شاء الله الدرسه ونشاركها مع الاخوات اللي نقولكم اسمحوا لي ياسر كل ما نعول نخدمها تظهر لي حاجه اخرى. المهم هنايا البنات كما راكم تشوفوا كنت قلت لكم درتو رجعته هكا يطبخ. وكاين اخوات قالوا لي معناتها كان سقسيوني قالوا لي اذا راجلك يتفرج في الفيديو ولا لا. صراحه انا راجلي ذي النهارات مش لهي باليوتيوب، مي منه جايبه لك عود ساعه يتفرج. حاليا ما نكذبش عليكم معناتها ماهوش لهي كاع باليوتيوب، ما هو داخل في راسه. وهنا كما كتشوفوا البنات كنت درت الحمص في داك الصواشي، رجع درتهم في الكونجيلاتور وجبت شكاره تاع الحليب باش هكا، لانه راكم عارفين بالحال بارد تطول ما تذوب. هكا نلقاها قدوه ذابت لي في قارضها. وكنت عجنت الكسره ودرت الطاجين سخن ثاني باش نطيبها. هنا كان راح عليا الحال وكنت نفارس. ايام انا كنت راح ندير حمص بعدين قلت والو ندير عدس. ما انا جبت هذاك العدس قسلته، وصراحه انت ما كنتش مشمخاته يعني من قبل. لاني كي جيت كنديرو لقيت روحي اصلا مش مشمخاته، ما انا قسلته. وراكم عارفين قطعت له البصل والثوم والحشاوش ودرت له التوابل وقليته ودرت له طماطيش ودرت له جامبو ودرت له زيت، وبعدين صابت كلش مع بعضها. والحمد لله طاب ما شاء الله. انا كنت طيب في الكسره يعني طيب المطلوع. صراحه كنت عجنت غير فرينه هذه المره ما قلفتش السميد على بها ثم معناتها ما طولتش في عجينها. كما قلت لكم ان الفرينه غير لهوتها ونحطها ماشي كما السميد لازم نعركو ياسر. لانه صراحه كان راح عليا الحال. واني كما قلت لكم هكا كنت بديت غير مع العشيه يعني ما كنت هي بتخمل الدار على بها طولت. وهذه هي البنات كما راكم تشوفوا. ثاني الاخوات اللي كانوا ساقسين مع الزيتون، انا صراحه قلت لكم المره الاولى باللي اولا نحيناه قسلناه بعدين شرحناه ودرناه في ذاك البيدون والقرعات. وعدت كل يوم نبدلوا الماء مرتين، مره الصباح مره العشيه. ودرتو تحت هذيك الطابله كما شفتوا اللي قالك لازم يعود في حاجه مظلمه معناتها لازم ما يضربوش الضوء. وبعدين كيفات مدة شهر درت له انا ذقت منه حبه لقيتها عادي ناقصتها المراره معناتها ما كانش. اي قلت هذيك هي راح قيمه ما ندير لها القارص وندير لها الملح وعاودت بدلت لها الماء. وكاين اخوات قالوا لي كنت راح ندير الخل، ومي اخوات قالوا لي ما ديريش الخل. معناتها على بها ما درتلوش الخل في وقتها، درت له غير القارص والملح. وهذا المره كي ذقته لقيته انت مازال مر كانه قاعدتين ما بدلتلوش الماء.
يعني مانيش عارفه اذا زيد نعاودو بدل. هما كاين ياسر الاخوات اقترحوا عليا ما عرفتش، لانهم اقترحوا عليا ياسر اقتراحات ما عرفتش وين الحل الانسب. وهذه هي البنات. هنايا كل ما شفتوا كان طاب العدس ما شاء الله تبارك الرحمن، جا خاطر الله يبارك، طاب كلش على ضربه ما قلت لكم. وكاني كنت طلعت مطلوعي، وهذا هو عشان الحمد لله على فضل اللهم أديمها نعمة وحظها من الزوال. الأخوات اللي نسيت ما ذكرتكمش ولا اللي سقسيتوني على حاجة وما جاوبتكمش عليها، نتمنى انكم تسامحوني. كما قلت لكم راني مرات ننسى اصلا ننسى معناتها هاك الاسئله ولا ننسى الاسماء. المهم يا البنات، نتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى اني ما نطولتش عليكم وما نكونش صرعتكم بالهضره. نقولكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد في روتين جديد، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو اخواتي.